ازيكم يا اللي مفيش منكم، اهلا بيكم وحلقه جديده من مسلسلنا الجميل سلمى. تابعوني ودعموني بلايك شير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. بتبدا احداث حلقتنا وسلمى في المستشفى بتاخد العلاج بتاعها تحت اشراف وفاء. بتيجي وفاء وبتسلم على سلمى بتقول لها انا اسفه يا وفاء على اللي عملته معاكي امبارح، بس انا اتوترت فعلا لما عرفت ان اللي جه سأل على عمو نديم اسمه جلال، فانا خفت يكون جوزي فعلا، وبعد اللي قاله ابني كمان. هنا وفاء بتقول لها ولا يهمك يا حبيبتي، المهم انتي صحتك عامله ايه دلوقتي؟ بترد سلمى وتقول لها ان انا والله تعبانه وحالتي بتسوء كل يوم عن اليوم التاني اكتر بكتير، وساعات بحط راسي على المخده وبحس ان انا مش هقوم منها. قالت لها هنا وفاء ده طبعا شيء عادي وشيء ممكن انه يحصل، ولسه كمان احتمال تسوء حالتك اكتر. وهنا بتقول لها انا عايزه اتكلم معاكي يا سلمى بس مش عايزاكي تتضايقي. قالت لها خير، في حاجه حصلت ولا ايه؟ قالت لها لا مفيش، بس انا عايزه اقولك ان اختك اللي من باباكي التحاليل بتاعتها ما ينفعش ان احنا ناخد منها اي عينات، لان عينتها طلعت مش مناسقه ولا متطابقه معاكي، يعني مش هتنفع تعمل لك هي العمليه وتتبرع لك. هنا اتضايقت جدا وقعدت تعيط سلمى. قالت لها وما قلتيش ليه؟ قالت لها انا من الاول كنت عارفه انه مستحيل يحصل، بس قلت اجاوب احاول يعني. ردت سلمى وقالت لها تحاولي؟ انتي عايشتيني في الوهم، ما كنتيش كدبتي عليا، ما كنتيش اديتيني امل كداب. هنا مفيش قدامي غير ميرنا، وانا مش عايزه اخد من ميرنا بعد كل اللي عملته فيا، مش عايزه حته منها تكون في جسمي، مش عايزه حته منها تكون مديناني العمر كله. بتقعد تعيط سلمى، وهنا بتهديها طبعا وفاء وبتقول لها ما تقلقيش، كل حاجه وليها وقتها وكل حاجه ليها حساب، ومش عايزاكي تضايقي نفسك ابدا، انا معاكي ومش هسيبك. بعد كده بنشوف سالي اللي عملت سندوتشها لجلال علشان ما اكلش طول اليوم، وقال لها شكرا ليكي. بعد كده بتقول له تعالى نخرج النهارده نغير جو شويه. قال لها ما انا فعلا خارج بس مش معاكي، انا رايح مشوار. قالت له رايح فين يا جلال؟ قال لها رايح مشوار خصوصي شغلي يعني. قالت له انا عارفه انت رايح عند اهل سلمى علشان تسأل عليها صح؟ قال لها ايوه. طالما انت عارفه بتسألي ليه؟ قالت له طيب بص، انت مش خايف علينا؟ قال لها انت تفتكري ان انا ممكن اعرضك للخطر او اعرض ولادنا للخطر؟ مستحيل يا سالي، انا عارف كويس جدا ان الراجل حاليا في غيبوبه، ويقصد طبعا ابو الولد اللي موته، وهو ده اللي كان خطيب سالي زمان، وبيقول لها ان هو في غيبوبه يعني شبه ميت ومش هيعرف احنا فين ولا هيقدر يوصل لنا، وانا اكيد هخلي بالي. قالت له طب اقول لك على حاجه، ممكن تخلي بالك اكتر وتفكر اكتر وتاخد القرار الصح وانا معاك ومش هعارضك. قال لها خلاص طيب ماشي تمام، هفكر وهاخد القرار. في الوقت ده بنشوف مرات الراجل اللي طبعا جلال موت له ابنه، واللي جلال لسه دلوقتي حالا كان بيقول عليه انه في غيبوبه وميت اكلينيكيا، لكن الست دي بتطالب ان هي تشوفه. قالوا لها يا ستي هو يعتبر ميت وفي الغيبوبه، مش هتقدري تشوفيه ومش هنسمح لك تشوفيه. قعدت تزعق وقالت انا مراته ازاي ما اشوفوش؟ راجل من رجاله الراجل ده قال لها كنت مراته السابقه، يعني انت مش مراته حاليا وما ينفعش نخليكي تشوفه. وفعلا بيطردوها وبتمشي، والراجل ده بيطلع لفوق وبيفتح الاوضه وبنلاقي ان في راجل بسم الله ما شاء الله عليه قيمه وسيمه، ومش قادره اقول لكم عمال بيلعب على المشايه بتاعه الرياضه، وما شاء الله مش قادره اوصف لكم كمان صحته عالي العال. وبنعرف ان ده هو الراجل اللي عدو جلال، واللي جلال فاكره انه ميت اكلينيكيا وفاكره في غيبوبه ومش هيصحى منها. لا يا حبيبي، ده صاحي ومصحصح 60 على 10 كمان، وصحته احسن من صحتك يا جلال مليون مره. وبعد كده بنشوف سلمى المسكينة بتكون تعبانة جدا وقاعدة جوه الأتوبيس مش قادرة تقف على رجليها، وبتنزل علشان تروح تجيب ولادها من المدرسة، وبتبقى يا عيني مش قادرة تمشي خالص. بيشوفها هادي وبيروح لها وبيسندها وبيقول لها طب نزلتي ليه؟ كنت قلتي له وانا اجيبهم لك. قالت له ارجوك ما تخليش الواد يعرفوا ان انا كنت تعبانة علشان بيخافوا وبيقلقوا عليا وانا مش عايزة اخوفهم. قال لها خلاص يا سلمى ما تزعليش، تعالي اقعدي في العربية بتاعتي وانا هجيب الولاد. قعدت تشكره طبعا على وقوفه جنبها وان هو سندها. وبعد كده فعلا بيروحوا مع بعض وبينزلها قدام البيت، وطبعا كل ده وشايف الموضوع عادل، ونار الغيرة بتاكل في قلبه، وهو شايف ان طبعا هادي جاب سلمى ووصلها لحد البيت وكمان نزلها وبيسندها كمان. بعد كده بنشوف ديما اللي بتكون حضرت اكل لاولادها ومعاها طبعا هيفا، لكن الولاد بيقولوا لها هو احنا هناكل مكرونه بس يا ماما كده من غير صوص ولا اي حاجه ولا صلصه ولا كاتشب ولا اي حاجه؟ قالت لهم معلش اصله ما فيش. قالوا لها ليه ما فيش؟ قالت لهم اسالوا خالتكم هيفا. البنوته بتسال هيفا وبتقول لها ليه يا خالته؟ ردت هيفا وقالت لهم اصل احنا عندنا اليوم القومي للمكرونه النهارده. ردت البنت وقالت اليوم القومي عشان ما معكمش فلوس. وهنا بتتضايق جدا طبعا هيفا وبتتضايق جدا
جدا طبعا ديما ان هي مش معاها فلوس تجيب اكل لاولادها، وهم جايين من عند باباهم يقعدوا معاها يوم. فجأة الباب بيخبط، بتروح ديما ترد وبتعرف ان من عادل انه اخد لهم مكان في السوق علشان يعرضوا القمصان ويبيعوها كمان. وهنا طبعا بيقول لهم ده 5 الصبح هاجي اخدكم. قالت له ديما ازاي يعني؟ وولادي اللي عندي اوديهم فين؟ ابوهم سايبهم لي النهارده، يعني هرجعهم تاني؟ قال لها انا ما اعرفش اتصرفي. طلعت هنا هايفه وقالت لها في ايه يا ديما؟ ديما قالت لها اني طبعا عادل هياخدنا 5 الصبح عشان نروح السوق نبيع القمصان. قالت لها طيب هنعمل ايه في العيال؟ قالت لها خلاص هرجعهم لابوهم، انا اعمل ايه يعني؟ وبنشوف سلمى اللي بتحضر اكل لولادها وبتبقى تعبانه قوي ومش قادره تقف على البوتاجاز دقيقه واحده، وعماله بتستند وبتحاول تقاوم علشان الولاد ما يلاحظوش حاجه. تاني يوم الساعه 5 الصبح بنشوف عادل اللي بياخد هيفا وبياخد ديما وبياخد كمان شنط القمصان اللي كانوا عاملينها علشان يبيعوها في السوق، وبينزلوا يسحبوا علشان طبعا سلمى ما تحسش بحاجه. سلمى المسكينه المنبه بتاعها بيرد، وبتلاحظ ان هي يا عيني تعبانه قوي ومش قادره تعمل حاجه. بتحاول ترن طبعا على ديما وعلى هيفا لكن محدش بيرد، بتروح تخبط عليهم للباب لكن للأسف محدش برضو بيرد عليها أبدا، وهم يا عيني بيكونوا طبعا في السوق ومش راضيين يردوا عليها لحد ما يخلصوا علشان طبعا ما تزعلش وتقول عليهم ان هم بيعطفوا عليها. وهنا بنشوف وفاء اللي بتطلب تقابل هويدا، وهيدا فعلا بتروح تقابلها، وهنا بتبدأ تتكلم معاها وفاء وتقول لها انا عايزه اقولك على خبر مش كويس، بس انا عايزه منك طلب الاول. قالت لها خير يا وفاء؟ قالت لها خلي علاقتك بميرنا كويسه انت وعمو نديم، علشان طبعا احنا هنضطر ناخد العينه منها هي، وان هي اللي هتتبرع لسلمى. بصت طبعا هويدا وسكتت. ردت عليها وفاء وقالت لها معلش احنا اضطرينا ناخد منها لان اختها التانية مش متطابق معاها الانسجه وما نقدرش ناخد منها، وطبعا لو ما اخدناش حالتها هتسوء اكتر واكتر ولا قدر الله ممكن نخسر سلمى. بتعيط هيفا وبتعيط كمان هنا هويدا. بعد كده بنروح لهيفا وديما اللي بيكونوا في السوق وعمالين بينشوا طبعا لانه ما فيش ولا زبون واحد جه يشتري منهم. وقالت طبعا هنا احنا طبعا هنموت بالجوع، يا ترى هنصرف من فين وهنعمل ايه؟ فجأة بتلاقي طبعا هيفا ان اللي في السوق واقف وبيبيع سليم اللي كان طبعا حارس لحليم، وهنا بتروح وتسلم عليه وبتقول له انت عملت ايه؟ قال لها خلاص سبت حليم، اتخانقتي معاه وسبته. قالت له شفت الواطي اللي كنت هتضحي بنفسك علشانه؟ قال لها يا ستي كله على الله. بعد كده بتخطر على بال هيفا فكره ان هي تلبس طبعا عادل قميص من القمصان اللي اتعملوا دول. طبعا عادل برضيش يقلع القميص بتاعه ويلبس قميص من القمصان دول، قالت له علشان خاطر سلمى. راح قلعه بكل سهوله، قلعه واول ما قلع بقى طلعته على الترابيزه وقعدت تنادي يلا عندي القمصان ورخيصه، يلا تعالوا يلا ببلاش. والناس اعجبت بعادل والقميص عليه شكله حلو، فقالوا احنا عايزين زي القميص اللي هو لابسه ده، وبدأت الحركه تستمر وبدأوا يبيعوا طبعا. في الوقت ده سلمى تاني كانت مروحة، وبعد كده قعدت تخبط برضو على هيفا لكن للأسف ما لقيتش حد لا ديما ولا هيفا. وبعد كده بدأت تتعب أكتر ورايحة تجيب الولاد من المدرسة، وقعدت تنادي من فوق على عادل لكن للأسف برضو ما لقيتوش، فاضطرت إنها تنزل ووقعت على السلم مغمى عليها من شدة الألم. بعد كده بنشوف الولاد في المدرسة وهم عايزين يوصلوا لمامتهم، مفيش فايدة، محدش جه ياخدهم. الأنسة حاولت ترن على سلمى كتير لكن مفيش فايدة، رنت كمان على ديما وعلى هيفا لكن برضو محدش رد عليهم. في الاخر هنا شادي قال لها رني على عمه هادي، وفعلا هادي رنت عليه المدرسه وراحوا. فراحت اتصلوا بوفاء وقالوا لها ان طبعا سلمى ما جاتش تاخد الولاد من المدرسه، وكده عرفوا ان حصل لها حاجه في البيت. كانت هويدا رايحه تتكلم مع نديم، وطبعا بعد ما اتاكدت ان ميرنا في الحمام بتستحمى راحت تتكلم معاه وبتقول ان احنا لازم نعاملها كويس علشان نجبرها ان هي تتبرع لاختها. لكن للاسف قبل ما تحكي اي حاجه بيرن التليفون وبيقولوا لها ان سلمى مش لاقيينها واحتمال يكون حصل لها حاجه. بتبدا تعيط وتنهار هي هويدا لكن بتمسك نفسها علشان خاطر نديم وبتقول له انا ماشيه بسرعه. قال لها رايحه فين؟ قالت له في طلبيه قمصان جايه وانا هروح اساعد طبعا في الوقت ده سلمى علشان ما تتعبش. وضحكت عليه وقعدت تبكي وهي ماشيه في الشارع وتقول يا رب نجي بنتي، يا رب بنتي تكون بخير. فجاه هنا بيتصل هادي بيه كمان ديما ويقول لها على موضوع سلمى ان احنا مش لاقيينها ومش عارفينها فين وما راحتش جابت الولاد من المدرسه. بتنهار طبعا ديما وبتقول اكيد جرالها حاجه، اكيد ماتت. وبتنهار وبيجري عادل وياخد ديما ويجروا علشان يشوفوا سلمى راحت فين. في الوقت ده كانت طبعا
الست ميرنا خارجة من الحمام بتلاقي باباها جوه الأوضة وماسك الشنطة بتاعتها، بتقول له: أنت بتعمل إيه هنا يا بابا؟ قال لها: أنا كنت عايز فلوس، جيت أشوف المحفظة بتاعتك فيها فلوس ولا لأ، لقيت كوم الفلوس ده. وهنا طبعا بيلاقي الفلوس بتاعة رياض، بيقول لها: فلوس مين دي؟ قالت له: فلوس صاحبتي، أصله باعت حاجة كانت شارياها وخلت لي الفلوس معايا. قال لها: أنت كدابة، أنا عمري ما هصدقك. قالت له: أنت تصدق سلمى وبس، ما تصدقنيش أنا. قال لها: بصي أنت بتلفي وتدوري، أنا عايز أعرف الفلوس دي بتاعت مين وخلاص. وبيسيبها وبيخرج برا، لكن هي بتتلكك علشان طبعا تداري على عملتها السوداء. فقالت له: انا مش هقعد لك في البيت طالما انت عايز تجيب الست سلمى وولادها هنا، انت مش بتحبني انا، هي بنتك وانا مش بنتك. وبتاخد شنطه هدومها وبتمشي. في اللحظه دي بيوصل طبعا عادل وبتوصل طبعا ديما معاه، وبيلاقوا ان سلمى وقع على السلم. وهنا بيحاولوا يفوقوها وبيعرفوا ان هي بقالها ساعات واقعه الوقعه دي، وبتكون بتتألم جدا. في اللحظه اللي كان هادي وصل فيها للبيت وجاب الولاد كمان، قالت لعادل بعد ما كان شايلها علشان يوديها المستشفى، قالت له: نزلني ووقفني عشان الولاد ما يخافوش. وفعلا الولاد بيجوا وبيكونوا منهارين جدا على مامتهم. وهنا بتقول لي ديما: خديهم واطلعي بيهم فوق، انا هروح المستشفى عشان اطمنوا عليا وهجيلكوا على طول. وفعلا هنا بياخدها وبيشيلها طبعا عادل وبيحطها في العربية علشان يجروا بيها على المستشفى. في اللحظة دي جلال بيوصل لبيت نديم علشان يتكلم معاه، ونديم أول ما بيفتح الباب ما بيرضاش يدخله، ويقول له: أنا مش هتكلم معاك، واحد زيك سبت ولادك ومراتك وبعدت عنهم ليه؟ مفيش سبب يخليني أصدقك في أي حاجة. وما بيدلوش فرصة ويقفل الباب في وشه. بعد كده العم نديم بيراجع نفسه وبيقول: لا، لازم أعرف السبب اللي خلاه يسيب سلمى ويسيب ولاده ويعيشوا من غير أب، إيه السبب؟ وفعلا بيدخلوا البيت. بنشوف الموكوسة ميرنا اللي راحت لرياض علشان تقابله، وفعلا راحت له وقال لها: خير، جايبه لي معلومه ولا جايبه لي ايه؟ قالت له على اللي حصل مع باباها وان هي خلاص كده بقيت في الشارع. قال لها: خلاص يبقى انت تقعدي عندي في البيت. فرحت جدا الخبيثه ميرنا وقعدت تضحك ضحكه خبيثه زيها. في الوقت ده ديما كانت واخده بالها من الولاد، اتصلت بيها وفاء وبتسالها عن اخبار عن سلمى. قالت لها: لقيناها واقعه على السلم ودلوقتي خدوها ورايحين بيها على المستشفى. وفاء بتجري علشان تقول طبعا الكلام ده لهويده، وهويده كانت مستنياها. قالت لها: انا عايزه البشاره يا خالتي، سلمى لقيناها وجايبينها دلوقتي على المستشفى. بتفرح جدا طبعا هنا هويده وبتعيط من شده فرحتها ان بنتها بخير وما حصلهاش حاجه. تفتكروا ايه اللي هيحصل مع جلال والعم نديم؟ وهيقول له على سلمى ولا لا ان هي عايشه واولادها عايشين؟ ولا ايه اللي هيحصل؟ وسلمى المسكينه دخولها المستشفى هيكون اثره ايه؟ وايه اللي هيحصل معاها؟ ده اللي هتعرفوه في حلقه بكره. تابعوني ودعموني بلايك شير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا.